اهي دي بقى الاكله اللي ما ينفعش يجي العيد من غير ما نعملها ابدا. الاكله اللي انا وجوزي وولادي بنستناها من السنه للسنه. اول حاجه بتنزل بطننا بعد ما بنذبح، بنروح نصلي العيد ونذبح ونعمل الاكله دي ونقعد نفطر بيها. من العادات اللي دايما بنعملها بعد الذبح على طول هي الاكله دي. مش عارفه انتوا بتعملوها زيي ولا لا، وبتعملوا كده ولا لا؟ يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. وتعالوا بقى اقول لكم شويه تكات حلوه كده للاكله دي، بجد هتعجبكم جدا. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعنا على طول. انا بقى قطعت كام بصلايه كده وكام قرن فلفل اخضر وكام قرن فلفل حامي، وحطيت حله فيها ميه بتغلي عندي على النار. هحط فيها ورقتين لورا وبصلايه وسط كده وشويه فلفل اسود. والفشه يا جماعه لازم نغسلها كويس قوي تحت الحنفيه بميه وخل. بعد كده بقى بنحطها في الحله اللي فيها الميه والبصله وورق اللورا هي والطحال. الطحال بيكون حتت صغيره كده بتاع الخروف، بيكون صغنن. تمام. بنديهم بس سلقه عشان الرغاوي والريم والحاجات اللي هي مش حلوه في الفشه دي تخرج. تمام. بنجيب بقى كمان حته من فرشه البطن، بيكون الراجل قطعها كده مع الحاجات اللي احنا هنعملها دي، حته من فرشه البطن وبنقطعها قطع صغيره. انا لقيت ان انا بقطعها بالسكينه بتزفلط فقطعتها بالمقص. الكبده كمان بنقطعها كده حتت صغيره. وده القلب، احنا الحمد لله كنا مضحيين بخروفين، فالحمد لله يعني ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. فدول 2 سقط. تمام. دي المخاصي بنفتحها كده بالشكل ده، وبنقوم جايين فاصلين اللحم اللي جوه ده عن الجلد بيترمي، وبنقطعها بالشكل ده كده. دي الكلاوي برضو بتتقطع نصين وبيكون فيها طبقة رقيقة كده بنشيلها وبنقطعها مكعبات. انا حبيت ان انا اوريكم طريقه التقطيع برضو علشان الناس تعرف الحاجه بتتعمل ازاي. الفشه بعد ما اديناها سلقه شطفناها كويس جدا جدا هي والطحال تحت ميه جاريه وقطعناها. وهنبتدي بقى نقفل كل حاجه قدامكم. انا جبت صينيه كبيره زي ما انتم شايفين كده، حطيت فيها شويه زيت بعد ما سخنتها كويس قوي، وحته ليا صغيره برضو سيحتها كده. ونزلت باللحمه. اول حاجه اللحمه اكتر حاجه هتاخد سوا، فهننزل بيها الاول نشوحها كده. هنديها ورقتين لورا وحبيتين حبهان ونشوحها كويس الاول، وكمان رشه فلفل اسود. وبعد كده هننزل عليها بالبصل. البصل علشان انا مقطعاه معاكم بدري فاديته رشه ملح ورشه فلفل اسود علشان الريحه بتاعته ما تطلعش. تمام. بعد ما شوحت البصل وسحت كده حته صغيره كده وحطيت فيها حوالي 3 فصوص ثوم مفرومين شوحتهم برضو. و يعني لا مؤاخذه الخروف كان صغير في السن فمش هياخد وقت في السوا، فديت الملح، يعني رشيت الملح على اللحمه عشان تشرب منها وتبقى حلوه. هي كده كده مش هتاخد وقت في التسويه. بعد كده بقى نزلت بالكلاوي والقلوب والفشه شوحتهم كويس قوي. واخر حاجه الكبده بشوحها. الكبده ما بتاخدش حاجه خالص. حطيت شويه زيت كمان كده وحته ليا صغيره شوحت فيهم الكبده. اديتها رشه من الفلفل الاسود ورشه من الكمون، وبعد كده نزلت بالفلفل الاخضر اخر حاجه خالص علشان ما يتهريش. لو انت عندك لحمه مفرومه وعايزه تعملي كفته بتعمليها وتسلقيها في شويه ميه وبتحطيها مع الحاجات دي. تمام. بس احنا استكفينا بكده. هي دي الاكله اللي احنا دايما متعودين عليها ان احنا نعملها. انا حطيت بقى كمان بقيه الحلويات اللي هي الفشه والقلوب والكلاوي واللحمه اللي احنا كنا مشوحينها الاول على الكبده، تاخد تشويحه اخيره لمده دقيقه او دقيقتين بالكتير، وبكده يكون الاكله بتاعتنا خلصت. مش عايزه اقول لكم على الريحه قلب الدنيا ازاي وطعمها جميل ازاي. طعمها تحفه لانها لسه مدبوحه وحاجه بلدي كده وقمر قمر قمر قمر. القلوب والحاجات اللي احنا بنعملها يا جماعه لازم تتغسل بميه فيها خل وليمون عشان ريحه الزفاره بتاعت الضاني. وكل سنه وانتم طيبين.